مشاكل يسترب مع النادي الأهلي لا تنتهي حتى الآن. الراجل عايز يكمل مع النادي الأهلي أو شرط جزائي لمدة 14 شهر. 14 شهر، دي المعلومات اللي وصلتنا من إدارة النادي الأهلي. 14 شهر ده رقم كبير جدا، لأنه حوالي كده هياخد، يعني بمعنى كده إنه هياخد قيمة عقده كاملة. والكلام ده لا لادل على النادي الأهلي ولا لادل على كابتن سيد عبد الحفيظ. ولما بعتوا للراجل يجي يحضر الاجتماع رفض حضور الاجتماع. يبقى إذا الأهلي سوف يتجه معه إلى الجهة القانونية، مع أن أستاذ ياسين منصور لا يحب الجهة القانونية ولا يحب الذهاب إلى محكمة الرياضية ولا الفيفا ولا الكلام ده. ولكن هذا سوف يكون أمر واقع. أما عن مدرب النادي الأهلي الجديد، فمدرب النادي الأهلي الجديد غير معروف حتى الآن. وأي شخص يتحدث عن مدرب للنادي الأهلي الجديد فهو شخص لا يفقه شيء، لأن النادي الأهلي لم ينتهي من ملف يسترب حتى الآن. هو بيبحث